عدنا لكم من جديد بالقسط الأخير. قمة الماتادور اللاروخ الإسباني أمام النشامة الأشاوس الأردنيين. على كل حال، إسبانية الآن. للاروخ الإسبان. عفوا، على كل حال، يا نعم، إسبانيا الآن يا سادة يا كرام تحاول من أجل هدف رابع. أوه، الباص الطويل، يا سلام، الذي حرم منه الإسبان طيلة اللقاء بسبب انقضاض بجدار من ذهاب الدفاعات الأردنية. يا ولد، مقطوعة كونتراكات أردنية بأول هجمة تكتيكية، وهذا اللي كنت أتحدث عنه. محتاجين الممارسة والخبرة بذلك، وأكبر دليل على كلامي طل لما مشينا بوقت اللقاء أصبح منتخبنا لما تمرس لما تمرس أصبح لديه الآن هجمة تكتيكية انضباطية. أوه، جول 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 جول. الأردن يأتي بهدف تاريخي سوف يقرأ للأجيال، هدف سوف يسجل بالارشيف بتاريخ أحمد سميرو يهز المدرجات الأردنية تاريخا وفرحا وابتهاج، ويفرح الأردنيين بكل مكان. نعم، الأردن عندما أصبح لديها الممارسة بمثل هذا النوع من أجواء بمثل هذه المباريات، شاهدنا جولة تكتيكية أردنية، ضربة الدفاعات الإسبانية، وأعلنت أول أهداف للكتيبة الأردنية. يا سادة يا كرام، أفرح الأردن بكل مكان، أفرح الأردن شيبانا وشيبة وأطفال وقيادة وحكومة. برافو للأبطال، فرحت الأردن الغالي، قسمتم الأمجاد لبلادي الأردن، نهضتي وشبابي. برافو للأردن الغالي. نعم، جول بمنتهى الجمال، جول 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 جول. بمسك الختام كان معكم محدثكم محمود الوديان، معلقا وواصفا، وأقول أرجوك يا اتحاد، أرجوك يا شركات، أرجوك يا الحكومة الرشيدة أن تبقونا كل فترة وفترة. نعم، بمثل هذه النوعية من المباريات، حيث منتخبنا يسمع عنه، منتخبنا ينقص الممارسة والخبرة بمثل هذه المباريات. وأكبر دليل، بسرنا بوقت اللقاء، شاهدنا منتخبنا بشوط ثاني سيطر واستحوذ وهيمن، لكن كانت تنقص الخبرة والممارسة. وأكبر دليل الجملة التكتيكية الذي كانت بمنتهى الجمال، من أول هجمة حتى آخر لاعب دوخوا الإسبان وأعلنوا الأهداف للكتيبة الأردنية. يا سادة يا كرام، انطباعي عن الشوط الثاني وعن اللقاء، إسبانيا كانت تحاول من كل صوب ومكان، لكن الدفاعات الأردنية عزلت الإسبان وقطعت عنه الماء والكهرباء، وكان زون دفاعي ذهبي غير عادي للكتيبة الأردنية. نقول رسم أجمل الأماني. لماذا؟ لأنه بأول مسيرة الأردنية بمثل هذه النوعية من المباريات يا سادة يا كرام. ونقول الأردن سيطرت وهيمنت على الشوط الثاني، لكن كان ينقصها الخبرة والممارسة بمثل هذه النوعية من المباريات. ولو لاعبين ما كانوا متسرعين وكان لديهم والخبرة مثل هذه النوعية من المباريات، لكان لدينا الانتصار ب4 أهداف ل3 على الإسبان. لكن اكتسبنا المطلوب، أخذنا المطلوب أهما من النتيجة. طلعنا بكرنفال كروي، وأثبت لنا العالم نحن قادرين لتنظيم المحافل الدولية الكروية والبطولات العالمية. نعم، نجاح إداري، نجاح فني، نجاح
لوجستي، نجاح تنظيمي، نجاح لمنتخب الأردن تكتيكيا ورسم خططي وكروي، ونجاح كروي بأرضية الميدان. الأردن كان بأجمل عنوان اليوم أمام الماتادور الإسباني. طباعي عن الشوط الثاني، الأردن سيطرة واستحواذ، كان ينقص الخبرة أمام الإسبان والممارسة مثل هذه النوعية من المباريات، وكان منتخبنا متسرع لكان أتى بالأربعة، وكانت الإسبان بسيطرة واستحواذ لكن استحواذ سلبي، والسبب عزل لاعبين المنتخب الأردني وعزل الدفاعات الأردنية للاعبين الإسبان، وعزل لاعبين المنتخب الأردني للاعبين الإسبان، وقطع عنهم الماء والكهرباء، وحققوا أجمل عنوان للأردن أمام الإسبان. هذا كل ما لدينا من أرضية الميدان. كان معكم معلقا وواصفا محمود الوديان. على الحب التقينا، والحب أودعكم إلى الملتقى يا سادة يا كرام عبر قناة منوعات الرياضية. وأريد أنوه قبل الرحيل أنه سوف يكون بعد ختام دوري المجموعات من المونديال إن شاء الله تحليل لكافة المباريات، وبعد ذلك انطلاقا من الدور السادس عشر إن شاء الله راح يكون في تعليق على المباريات بعد بدخول نظام خروج المغلوب. سوف يكون بتعليق على المباريات عبر صفحة عشاق الموهبة، موهبة التعليق الرياضي محمود علي الوديان على الفيسبوك، وعبر صفحة إذاعة الوسطية الأردنية إن شاء الله، لأنه لا تملك الحقوق قناة منوعات الرياضية أن نبث المباريات لايف أو جاست لنهائيات كأس العالم القادمة فيفا قطر 2022. وفق الله قطر، سدد الله خطانا نحن العرب المسلمين إن شاء الله عز وجل بإذن الكريم. كان معكم، أقول لكم مجددا، كان معكم معلقا واصفا محمود الوديان. على الحب التقينا، وعلى الحب أودعكم للملتقى.